الزميل صبحي البصاص في تقرير خاص لبرنامج على اسطنبول تابع هذه المظاهرة الحاشدة والمختلفة كليا في بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية. بالصوت والصورة أنتقل الآن لهذه الرسالة أو هذا التقرير للزميل صبحي البصاص من بلفاست لبرنامج على اسطنبول. إذا كما نشاهد تستمر المظاهرات في معظم دول وعواصم ومدن دول أوروبية تضامنا مع قطاع غزة للأسبوع السادس على التوالي. في هذه الأثناء خلفي تماما هنا مظاهرة في الآلاف من الإيرلنديين ومن أبناء الجاليات العربية تضامنا مع قطاع غزة وتطالب بوقف إطلاق النار وتندد بالقصف المستمر من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يستهدف المستشفيات والذي يستهدف الأماكن السكنية. كما نشاهد خلفي تماما هنا في مدينة بلفاست وقطاع إيرلندا الشمالية مظاهرة حاشدة للآلاف يطالبون بوقف إطلاق النار وتضامنا مع قطاع غزة وتضامنا مع الفلسطينيين. حدثنا عن المظاهرات اللي اليوم خرجت في مدينة بلفاست مقاطعة إيرلندا الشمالية. صباح الخير. أول شيء بنتمنى للشعب الفلسطيني إنه إن شاء الله ربنا ينصره ويأيده. مظاهرات اليوم ما شاء الله في بلفاست خرجت عشان تأيد فلسطين وتظهر الدعم النفسي والمعنوي للشعب. تمام. ايش توجه رسالتك للدول العربية وللحكومات العربية اللي ما وقفوا مع فلسطين؟ رسالتي للدول العربية اللي ما وقفت مع فلسطين حاليا انه هاي الفترة هي اهم فترة بتاريخ الشعب الفلسطيني وتاريخ الشرق الاوسط بكامله، لحتى انه ياخذوا موقف واضح تجاه العنصرية، تجاه كل الدمار اللي قاعدين بيتعرضوا له من الشعب الاسرائيلي. كيف المواقف ابناء الجاليات العربية؟ كيف المشاركة هون؟ كان في مشاركة ضخمة لابناء الجاليات العربية؟ الحمد لله، يعني بعد 72 سنة، بعد 75 سنة، بعد كل هالفترة من الاحتلال بلش يظهر التأييد بشكل قوي، خصوصا في البلاد الأجنبية والبلاد الأوروبية، من جاليات عربية ومن أشخاص أجانب ومن إنسان حاسس بالهيومن. شكرا كثير لك. إذا كما نشاهد تستمر المظاهرات في معظم دول ومدن أوروبية. خلفي تماما هنا في مدينة بلفاست في مقاطعة إيرلندا الشمالية مظاهرة خرجت فيها الآلاف تضامنا مع قطاع غزة ونددت في القصف المستمر للجيش الإسرائيلي وطالبت بوقف إطلاق النار وتفعيل هدنة فورية من أجل دخول المساعدات في المستشفيات ووقف إطلاق النار. شكرا.